مساء الخير لكل المتابعين عبر صفحة ستيف 7/7 وعلى صفحة تيك توك صحفي عبد الحليم بادي. مساء الخير عليكم جميعا، تحياتي لكل أصدقاء صفحة ستيف 7/7. نتمنى إن شاء الله أننا نكون في المستوى تطلعاتكم جميعا. وإن كان موضوعنا اليوم يعني الشيء اللي حبيت نتكلم عليه من شقين، يعني الناس اللي ما يهمهاش الموضوع التعليقات السلبية هذيك غير يعني ما نتجنبوها، لأنه هذا الموضوع خيرته أنا اليوم خصوصا يعني باش نتكلم على الناس اللي ما هيش فاهمة وش معناتها رفع المنحة السياحية رجاء من القلب وإلى القلب. يعني رجاء منكم جميعا، الإنسان اللي يعني اللي ما يهموش الموضوع هذا ما كان له يعني يبدا يعلق. اللي فاهم الموضوع تاع المنحة السياحية وش فيها وش ما فيهاش، راه الموضوع ما يعنيش. حبينا نقربوا الفكرة للناس اللي ما زالت واللي ما هيش سامعة وش معناتها المنحة السياحية اللي تكلم عليها رئيس الجمهورية أمس. إذن تحياتي لكم جميعا اللي راهم في صفحة ستيف 7/7، تحياتي لكم كما راكم. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة، وشكرا جزيلا لكم على الثقة اللي وضعتوها فينا وفي شخصي. أصدقائي في تيك توك تحياتي لكم، لأنني الآن في هذه اللحظة راني نبث عبر الفيسبوك صفحة ستيف 7/7 ونبث عبر صفحة التيك توك، حتى هكذا يعني إن شاء الله تكون الفائدة تعم جميعا. وعليكم السلام، مرحبا بكم، شكرا جزيلا لكم جميعا. نبدأ مع أصدقائي الجماعة من فضلكم برك، يعني فضلا وليس أمرا، من فضلكم شوفوا ترى كيفاش تشاركوا هذه الفيديوهات حتى يعني تلحق الأكبر قدر ممكن من الناس باش تستفاد. احنا ماناش من الناس اللي راهي تهرج ولا الناس اللي راهي حابة. انا ما عندي حتى خلفية وما عندي حتى طلب وما عندي حتى عائد من هذا الشيء اللي راني نديره إلا لوجه الله الكريم، إلا من أجل تنوير الرأي العام، إلا من أجل أنني نكون في كفة صالحة ونكون في كفة صادقة معكم جميعا، باش نفهم خاوتي وباش نفهم منكم أيضا أنتم، ماشي غير نفهم أنا، حتى أنتم ثاني بالتدخلات تاعكم وبالتدخل. وعليكم السلام وليد، بالتدخلات تاعكم وبالشيء اللي راكم يعني راح تمدوه لنا، أنا قادر نستفاد منكم كثيرا. 31 متابع عبر صفحة ستيف 7/7 في فيسبوك، 19 متابع عبر صفحة التيك توك. إذن سنبدأ بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا أصدقائي متابعية عبر صفحة تيك توك أو متابعية عبر صفحة ستيف 7/7. أكيد يعني أنني كنت نقول من يهمه الأمر يبقى معي باش نشرحوا الأمر ونوضحوا للناس. الناس اللي راهي عارفة وش معناتها المنحة السياحية ما كان له يعني يسمع هذا. الشيء الجديد فيها هو أنه رئيس الجمهورية أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس أعطى تعليمات برفع المنحة السياحية. المنحة السياحية اللي كانت عار يتبعنا احنا كجزائريين طيلة يعني الخرجات نتاعنا، سواء الناس اللي كانت تخرج لأوروبا سواء كانت الناس اللي تخرج، المهم إنسان يكون مسافر. وش هي المنحة السياحية هذه؟ المنحة السياحية هذه يا جماعة هي مبلغ من المال تقدموا نتايا للبنك، أحد البنوك العمومية أو أحد البنوك الخاصة، يعطيوك مقابل هذاك السعر، وللأسف الشديد يعطيك مقابله عملة أجنبية اللي هي الأورو. احنا نتعاملوا بزاف بالأورو. للأسف الشديد هذا القيمة نتاع المنحة السياحية 25 سنة ما تمتش المراجعة نتاعها بتاتا. 25 سنة وحنايا نمشيو بال100 أورو. هي ماهيش القيمة نتاعها هي 100 أورو، هي القيمة نتاعها ما يعادل بالعملة الوطنية بالدينار الجزائري 15,000 دينار، يعني 15,000 بسعر البنك، يعني بسعر صرف البنك. ماهيش كيما احنا راهي الجماعه دير في بالهم ويقول لكم يعطيو لي 100 أورو ولا لا. لا، القانون جاي يقول هو منح ما قيمته بالعمله الوطنيه 15,000 دينار كعمله اجنبيه، ما يقابلها كعمله اجنبيه نمنحوها لهذا الطالب هذا بسعر صرف البنك انذاك. وشكون هما اللي يستفادوا منها؟ يستفادوا منها الناس اللي رايحين يسافروا سواء لتونس عن طريق انهم يكون عندهم الكيتونس هذيك يجيبوها من مصلحة الضرائب اللي تدير 50 دينار 500 دينار تدير 50,000، او انه يكون عندك جواز صفاء، يكون عندك تذكرة طائرة مسافر
مهم خارج الحدود الجزائرية، مهم تفوت على شرطة الحدود، يعني يكون في الكاشي تاعك في الباسبور راك فايت على شرطة الحدود، سواء تفوت عن طريق الحدود البرية، سواء تفوت عن طريق الحدود البحرية أو عن طريق الحدود الجوية. وشكون هما البنوك اللي يقدروا يمدوا لك المنحة السياحية؟ هما كل البنوك العمومية إلا لاكناب، بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، هو ماهوش معني بهذه العملية لأنه ما يقدمش صرف العملة الأجنبية. كما نعرفوا لاكناب ما عنده حتى دخل بالصرف. اما كل البنوك العموميه، البيانه، لابادر، البي دي ال، بنك الفلاحه والتنميه الريفي، كل البنوك، البنك الخارجي الجزائري، كل البنوك تتقدم تمد المنحه تصرف للمواطن الجزائري. هذا الاخر. كاين ثاني بنكين، كاين البنك تاع البي ان بي باريبا البنك الخاص، وكاين بنك الخليج، هذو زوج بنوك خاصه معتمدين هنا في الجزائر. هذو يمدوا سعر الصرف بصح يمدوا لكم قل ما يمد لكم البنك العمومي، كون انه كاين بعض سميهم لي كيفاش نسميهم الاتعاب وهذيك الغرامات اللي يزيدوها لكم، هذيك واحد الاعباء اللي كيفاش نسميهم الاعباء، ما عليناش حنا نسميهم الاعباء، هذوك يزيدوهم لكم، دونك السعر ينقص. اذا رحت للبنك العمومي مثلا تلقاه يعطيك 100 اورو، اذا رحت عندهم هما تلقى مثلا 95 اورو ولا 90 اورو. اراكم الانسان اللي يعتقد بانه المواطن الجزائري يتحصل على 100 اورو هي لا، غلطه. هي انك تتحصل على عمله اجنبيه بقيمه عمله وطنيه تقدمها للبنك لا تتجاوز 15,000 دينار اللي هي 15,000. على هذيك حنا كي نروحوا للبنكات ساعات يعطيكم 98، ساعات يعطيكم 100، هي ما يفوتلكش 100 لانه يقول لك هذاك الصرف وما عنديش. صح. شكون اللي يديها؟ قلت لكم يديها كل مواطن جزائري حاصل على جواز سفر جزائري، عنده كيتونس نشريها من عند الضرائب تاع المرور على الحدود اللي احنا نسلكوها كي نعودوا خارجين لتونس، او حاصل على تذكره طائره مسافر لتونس ولا مسافر المهم خارج الوطن. المهم انه جواز السفر تاعك يفوت على شرطه الحدود يأشروا عليه بالخروج ويأشروا عليه بالدخول. تتحصل عليها مرة واحدة في السنة لكل مواطن جزائري، عنده الحق أنه يتحصل على هذه القيمة هذه اللي هي ما قيمته 100 أورو خطرة واحدة في العام. الشيء الجميل اللي نثمنوه احنا مازلنا ما على بالناش هو أن رئيس الجمهورية أعطاهم أمر للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وأول حاجة ذكرها في زيادة المنح ذكر زيادة منحة السياحة، المنحة السياحية اللي هي اللي كنا نتكلموا عليها اللي يديها الإنسان كي يبغي يسافر خارج الجزائر. وللأسف الشديد 100 أورو يا جماعة بالنسبة اللي يروح لتونس راهو ما يعقبش بها نهار، واللي يروح للخارج للدول الأوروبية ولا لكندا ولا للأمريكان 100 أورو تاعو هذه يخليها في الأيروبور، راه يخليها في المطار، ما يخرجش من المطار تخرج 100 أورو تاعو. وهذه هي الشيء اللي كنا احنا نتأسفوا منه كثير، والشيء اللي كان يعني حتى الرئيس هدر عليه وهدر عليه. انا تبعته انا كشخص تبعته في الحملات نتاعو الانتخابيه وحتى في بعض اللقاءات وين قال باللي كاين واحد الشيء اللي رانا نتأسفوا منه، انه سعر الصرف السياحي ماهوش الجزائري اللي يدي 100 أورو. 100 أورو في الخارج ما تبيتكش ليله، ماهيش حق حتى فندق. بكري كانت شوي. نعطيكم معلومة، 25 سنة ما تمش مراجعة سعر الصرف السياحي أو منحة السياحة هذه اللي يتكلموا عليها، المنحة السياحية هذه 25 سنة وإحنا نمشيو بها في وقت أنه العالم تغير، في وقت أنه الدينار نتاعنا راه يشهد انحطاط كبير. وراكم لاحظتوا السوق السوداء خلال هذا الأسبوع، هذا اللورو هذا قد هدار. راه جماعة الحق كاين اللي يقول فات 25 2 ملايين ونص، وكاين اللي قال لك الحق 26 ومن بعد ولاو يديروا فيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي انه السوق السوداء خلصوا منها الصوارد، ولات الناس تحوس على الصوارد وما لقاتش. من بعد ولاو عيطوا البارح قال لك باللي هذا لوروها ولا المكانته. هنا راهو كاين فراغ كبير من طرف الدولة الجزائرية اللي لابد انها تضرب بيد من حديد هذا السوق السوداء. راهي هي واسمها سوق السوداء، راهي هي مارشي نوار. يعني يا جماعة بكلام واضح، أنا كمواطن جزائري كي نجي خارج على الحدود
راني لازم لي لورو، لازم لي العمله الصعبه، لانه الدينار الجزائري ما ياكلش في الدول الاوروبيه. في تونس نقولوا بعض الاحيان ياكل، بعض الاحيان، وفي تونس تقدر تقول باللي الدينار تاعك ياكل، بصح في الدول الاوروبيه في الجماعه العمره وجماعه الحج والناس اللي مسافره خارج البلد ابار ليبيا وتونس، كون انهم التوانسه ذوك ولاو يجيو للجزائر باش يقضيو دونك الدينار يحتاجوه، الباقي راهم ما يستعرفوش بالدينار تاعنا. اليوم باش نقولوا حنا 100 اورو تساوي 25,000 دينار جزائري، يعني 100 اورو راهي تساوي السميق نتاعنا تقريبا، وهذا شيء اللي لازم يتحل المشكل تاعو. ثانيا يا جماعه، قضيه السوق السوداء لابد على الدوله الجزائريه انها تحلها. خويا نروحوا لمكاتب الصرف، دير مكاتب الصرف. اولا نعرفوا العمله، احنا نورمالمون يعني في الجزائر من اعتقادي انا انه الجزائر نورمالمون السوق السوداء رانا كيما بعض الدول. في البنكه مثلا نلقاوه يدير مثلا 14,000 دينار ل 100 اورو، برا عند سعر الصرف، عند الصراف، يعني عند مكاتب الصرافه، ماشي الصراف هذاك تاع المارشي نوار، عند مكاتب الصرافه راه يدير مثلا 15,000 دينار. نلقاو لا ديفيرونس تاع 1000 دينار يعني 100,000. معليش الانسان يدير لا كونتيتي، كون انه ما يقدرش باش يشري من عند البنكه، لانه البنكه ما تعطيش، لا بنك تعطيه غير قيمه 15,000، يعني تعطيه قيمه 100 اورو. يعني كنا نقولوا رئيس الجمهوريه قال لك لابد من رفعها، عطى امر رفع المنحه السياحيه بشكل معتبر جدا، قال بشكل معتبر جدا، ما حددش النسبه قداه، ما قالش القيمه قداه، ما قال والو، قال بشكل معتبر جدا. وش معناتها بشكل معتبر جدا؟ معناتها احنا نفهموا بشكل معتبر جدا انه الزياده راح تكون محترمه، وين يقدر المواطن الجزائري كي يسافر يقدر يدي معاه مثلا 500 اورو، هذه ان شاء الله تكون 500 اورو. قال كل مواطن جزائري عنده صرف ما قيمته هو بالعملة الصعبة 500 أورو سنويا، قال المواطن الجزائري يروح بأريحية. ثانيا محاربة السوق السوداء، ما نقدروش نبنيو اقتصاد، ما نقدروش نكونوا مستقرين في الاقتصاد الجزائري، ما نقدروش نعطيو قيمة للدينار الجزائري والسوق الموازية والسوق السوداء موجودة، وانتم راكم تعرفوهم كامل يا جماعة. يعني راهم يبيعوا في العلن. السوق السوداء في الجزائر اللي يبيع لورو راه يبيع فيه في التروطوار. السكوار في الجزائر، في سطيف، في باتنا، في قسنطينة. والغريب في الامر الجماعه اللي تاجروا في لورو راهم باينين، راهم المواطنين الجزائريين كاملين يعرفوهم. يعني ما تحتاجش باش تكون تحقيقات والله. هذا الانسان اللي يدي الاورو بالكميات الكبيره هذه، علاش لورو؟ انا نطرح سؤال برك، علاش لورو طالع؟ دوك اذا كاين جماعه اللي تتدخل معنا يعطيونا برك من فضلكم، علاش الاورو طالع برك؟ علاش كاين فرق بين سعر البنك وبين السوق السوداء؟ راهي 10,000 دينار يا جماعه، راهي مليون فرق بين في نفس القيمه تاع العمله الصعبه بين البنك وبين التروطوار، بين برا، بين السوق السوداء. أيعقل هذا؟ علاش؟ لو كان ما جاتش الجماعه تهرب في العمله، الجماعه اللي ماهيش محتاجه الدينار، الجماعه اللي عندها الدينار وماهيش محتاجته باش تخرجوا، ما عنده ما يدير بالدينار برا، يولي يشري لورو، يلم لورو يشريه باي قيمه كانت. حتى الجماعه اللي كانت يقول لك باللي كانت لامبورطاسيون ولي زامبورطاتور يخرجوه، ما كانش امبورطاسيون دوك، ميم لامبورطاسيون راهي تغيرت. لامبورطاسيون ما قعدتش كي بكري ب 20 مليون، واحد ما قرا ما شاف ب 20 مليون يروح يجيب كونتينر تاع زلاميط ويجي، هاي ما بقاتش يا جماعه. دوك لورو بالنسبه للخروج تاع العمله الصعبه عن طريق ملفات الاستيراد راه تم يعني الاحاطه بها. علاش دوك قعد دوك لورو ما كانش؟ الحج ما كانش، معليش نقولوا لورو يرتفع شويه في موسم الحج، الحجاج يشريوه معليش، وراه يروح لورو هذا. علاش الحق ل 25%؟ علاش الحق ل 26%؟ يعقل بين بنكه، بين البنك 1400 ولا 1500، ما على باليش انا الكور اليوم قداه دار سعر الصرف في البنك اليوم، ما على باليش قداه لانه كل يوم يتغير. وفي السوق السوداء 25%، ويبيعوا فيها جماعه في التروطوار، يبيع فيه في التروطوار. والجماعه اللي راهي تاجر فيها جماعه راهي معروفه عند العام وعند الخاص. مام حتى المسؤول اللي راهو يخدم كي يسافر يروح للسوق السوداء يشري. منين المسؤول هذا كي يجي خارج منه باش يروح يحوس؟ يا اخي لازم يدي شويه معاه عمله صعبه. منين؟ البنك ما يعطيهش،
البنك يقول له انايا عندي قانون يقول لي يا جماعه باللي القانون هذا يقول لي لكل مواطن جزائري الحق في منحه الصرف المنحه السياحيه ما قيمته 15,000 دينار سنويا مره في السنه، يعطيك بقيمتها، يعطيها لك عمله اجنبيه اللي هي الاورو. ما حتى الدولار جماعه مش احنا نصرفوا كلش الاورو، لانه الاورو عمله متعامل بها في جميع العالم، يعني الاكثر انتشارا بعد هي والدولار. اليوم انا الاوان اخويا نفتحوا مكاتب الصرف، الدوله تنظم امورها، والسيد اللي عنده الصوارد هذا حب يدير مكتب صرف يتفضل يروح يدير مكتب صرف. بصح نعرفك الصوارد وين راهم يروحوا، نعرفوا واش راه يدخلك دراهم، نعرفوا واش راك مدي، ميم لي زامبو تحكم عليك، ميم تتسلك الضرائب. كيفاش تايا تبيع في النهار تبيع 300,000 اورو ولا 400,000 اورو في التروطوار وما عندك لا ضريبه ما عندك والو، سما هواوي مديها هكذاك ورايح. هاو لازم الانسان ويهدر هكذا ويهدر هكذا. ما نهضرش على تضخيم الفواتير، مراد تضخيم الفواتير راني قلت لكم بكري كانوا لي زامبورطاتور يحتاجوا لورو يديوه، قال كانت لامبورطاسيون محلوله للناس وكانت فوضى، كل واحد واش يجيبوا الصندالات يعنيلو، يجيبوا الصباط، يجيبوا كلش، فهمتني؟ اللي يوجعوا راسه وعنده شويه صوارد يروح يدير لامبورطاسيون ذوك والو. لامبورطاسيون اليوم بعد تنظيمها وبعد الرقمنه نتاعها عدنا نروحوا نجيبوا الحوايج اللي نحتاجوهم، وهذا راي الدوله ماهوش رايي انا. الدوله هي اللي عندها الحق تشوف واش حابه تدخل واش ما حابه تدخل. واحد مثالها الدوله اللي على بالها واش راهي دير، وهي اللي تحاسب عليه، وهي الوحيده اللي تقدر تحاسب. بصح باه نلقى انا دوك لامبورطاسيون نقصت ما قعدتش كي بكري وانتم كامل تتابعوا فيها، ولي زامبورطاتور يضالوا يهضروا. لي زامبورطاتور قال لك لامبورطاسيون حبست، ونص لي زامبورطاتور نص المستوردين هذو اللي ما جامي داروا الاستيراد، داروا غير يجيبوا برك، جامي داروا الاستيراد ما صدروش. دوك الشيء اللي راهم يصدروا فيه هذا وين بدينا نهضروا شويه على الاستيراد، راهم يصدروا في الفرحه وشويه من المنتوجات، الاسمنت، البلاط تاع باتنا، كاين حوايج بدات تخرج منا من الجزائر باش تساهم في الاستيراد. لا بكري اللي كانت تجيبوا كل يقول لك شركه تصدير واستيراد، والله ما صدرت حاجه، حق ربي ما صدرت القرعه تاع النيلو، وقت فات نحكي ذوك بدات الناس تصدر، ذوك الناس بدات تشري في الناس بدات تتصدر. هاني قلت لكم المنتوجات هذه اللي كيما السيراميك تاع باتنا، سيراميك تاع سطيف، البلاستيك تاع سطيف، البلاستيك تاع العلمه، المواد الغذائيه كيما مثلا هذه المشروبات الغازيه، كاينه امور بدات تخرج، بدات تمشي للتصدير. بصح الجماعه تاع بكري كل كان يخمم غير على جيبو المستورد، كان يخمم غير على جيبو، يا عنده شويه صوارد قلت لكم يطلع عنده 30 مليون بكريه، كانت عنده 30 مليون يطلع لاشين يجيب كونتينر تاع زلاميط ويجي، وكانت الجماعه تكريف لي ريجيستر وكانت الفوضى. بصح دوكا حبست، دوكا راه الريجيستر كوميرس سجل تجاري راه رقمي، راهي ارضيات، راهي متابعات، مام حتى باش يعطيك فاتوره تروح تجيبها تاع لامبورطاسيون عاد تقليل باش تفوت على اللجنه هذيك تاع الوزاره، صح فيها. بصح انا دوك نتكلم على اللورو، مانيش حاب نتكلم لكم يا جماعه على انا نتكلم على العمله الصعبه. التروطوار زايد على البنكه بمليون. اليوم رئيس الجمهوريه قال لكم نزيدوا في المنحه السياحيه، يعني راهو يقول بشكل معتبر. انا نتمنى انه الشكل المعتبر هذا اللي هدر عليه السيد رئيس الجمهوريه في الزياده تكون زياده محترمه جدا وتحفظ كرامه المواطن الجزائري لدى خروجه. مام المواطن الجزائري يحب يحوس، من حقه يخرج ومن يروح للبلدان الجوار ويروح يحوس في الخارج اللي يعود قادر ويدي المنحه نتاعو. دول منا ومنا راهي المنحه تاع الصرف السياحي هذه راهي زايده علينا. احنا اليوم الحمد لله فكروا انهم يزيدوا لها، هي والزياده في منحه الحج ثاني. منحه الحج الجماعه كانت وقت فات يعطيهم وقيله 500 اورو، هاو قال لهم الرئيس ثاني يزيدوا لها. هذا واش حبيت انا، مانيش نحكي باش نفسر الامور، حبيت نوضح للجماعه برك العمله الصعبه واش معناتها المنحه السياحيه. قدام واحد بعث لي ميساج سواء في التيك توك ولا سواء في الفيسبوك يحوسوا يعرفوا واش معناتها المنحه، بويس قدرت عليها انا بيبليكاسيون. قلت رئيس الجمهوريه يامر بزياده في المنحه السياحيه بشكل معتبر جدا. طلع جاوني اسئله بزاف، فكرت انني ندير هذا اللايف فقط معكم يعني باش نوضح لخوتي، وهذه اللي يكون يعرفها ويعرف. اذا كنت غلط صوبوني ايضا، لانني انا محتاج باش نصوب جماعه. نطلعوا معنا الاول هذا اللي راهو معنا ترى يفهمنا، ابن الجزائر.
السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير أخي الكريم، من معي ومن أين؟ مرحبا بك. نعم، شكرا لك الأخ عبد الحليم ربي يحفظك. على الاستضافة في المنصة تاعك، وإن شاء الله تكون منصة مباركة ومفيدة يعيشك. للجميع، يعني في الدنيا والآخرة. ربي يحفظك، ربي يحفظك لنا ولكل السامعين. نعم، أنا أنس من ولاية سطيف، وأؤكد كلامك بأن يعني هنالك تصدير في مجال المشروبات الغازية إلى آخره، هنالك حركية حقا. ما دمت أنا أيضا في المجال يعني كتاجر مشروبات ملم بالموضوع جيدا. أيضا إضافة جد مهمة، عمسنا يا أخي لا توجد، ما كانش تضخم في جميع المواد الغذائية، لا توجد تضخم لأن هنالك منافسة. ما كانش تضخم، وإنما هنالك نقصان أسعار بعض المواد، هذه حقيقة. الحمد لله يا أخي، احنا كنقررنا يعني في المتوسط والثانوي والجامعي بأن اليابان هذه نهار حبت تدير دولة وحبت تبني اقتصاد جيد. واش دارت؟ أول حاجة سكرت على لامبورتاسيون، شنو ولا تامبورتي إلا لا ماتيير بريميير اللي تحتاجها في التصنيع. نعم، هذا الشيء لازم يعني لازمنا احنا كجمهور، لازمنا يعني صبر. شفنا بعض الناس هكذا كيقول لك بان سعر اللورو زاد بزاف، يعني هنايا يعني العمله طاحت. العمله تاعنا ما طاحتش، وانما 100 اورو هي اللي عادت ما تسواش في فرنسا. اي ان هذاك اللي كان يروح يجيب القش من فرنسا كان يحتاج 10,000 اورو يجيب سلعه قدر 10,000 اورو في سنه 2021. سنه 2024 لازم يدي 20,000 اورو بالضعف. اي ان العمله تاعنا مش طاحت، يعني يقولوا السكوار والى اخره، يعني العمله تاعنا عمرها لا راح تطيح، وانما في فرنسا العمله عادت ما تقديش. باش الناس تفهم بان 100 اورو في فرنسا كانت مثلا تجيب لك سبادري وسيرفاس، بكا 100 اورو في فرنسا سبادري وما تجيبولكش. ما تبيت، انا قلت لك تبيتك تبيتك تقدر تبيتك ليلتين في فندق عاديه، في فندق عادي. يا اخي باش يديروا لهم بروموسيون في الطائرات، داروا لهم بروموسيون باش يجيو، والله ما قدروا يجيو. المواطنين تاعنا لماذا؟ لانهم عندهم ديون، مثلا كان يصرف اورو ولا يصرف 2000 اورو. كاين تضخم كبير تعيش اوروبا، وهذا ماهوش معيار. الناس تبغي تفهم بان التاجر مثلا اللي كان مثلا السياره في فرنسا كانت في وقتها مثلا 308 سنه 2021 كانت 20,000 اورو، الان تسوى 30,000 اورو. فهمتني؟ اي ان التاجر مثلا هنا في الجزائر اللي كان يروح يجيب السياره ب 20,000 اورو يحتاج يلم من السوق، من السمسار يحتاج يلم 30,000 اورو. صح. شوف ابن الجزائر انا واش حبيت نتكلم معاك. انا حبيت نقول بانه لا يعقل. بكري واش كان يستنزف العمله الصعبه في الجزائر؟ كانوا يديوها لي زامبورتاتور اللي كانوا يروحوا يستوردوا، هذوك كانوا يديو مبالغ كبيره بزاف. يقدر امبورتاتور واحد يدي 30,000 يدي 40,000 يدي 50,000. قال السوق كان يحتاج. اليوم لامبورتاسيون عندها حدودها، وراهم الصوارد يروحوا شكون اللي راه يدي فيهم. البارح احنا تكلمنا قال لك باللي قال لك السوق السوداء التروطوار ولا السكوار راهو ذوك الصوارد عندو ما كانش، او تلحق 26%. علاه يلحق 26%؟ علاه؟ لانه راني فهمتك. مثلا تاجر نطلع على فرنسا في 2021 كنت نروح نشري سلعه ب 10,000 اورو نعاود نبيعها هنا في الجزائر ندي فيها 10 ملايين مثلا. دوكا باش ندي انا 10 ملايين لازمني نجيب 20,000 اورو، لان اللورو في فرنسا، لان فرنسا 100 اورو ماهيش تقضي كيما 2021. زادت من كورونا وارواح، زاد كلش فيها. يا معنى هذا ان فرنسا هي اللي راهي في ورطه وفي خطر كبير. نعم، ماشي الجزائر. ضيف الى ذلك حتى اوروبا توجهت الى السوق الصيني. لان باش تعدت مثلا باش تخدم سياره عادت تستعملها. دوكا رانا في اوقات حروب، الحديد يزيد في الثمن. بارك الله فيك ابن الجزائر. اقعد معايا ما تروحش، سكر الميكروفون. استقبلوا نجاة راهي معنا نورمالمون. نجاة لا نجاة مساء الخير.
بليده، نجاة بليده ماش تسمع فينا، انا ربما طلعت معنا وماش تسمع. نستقبل مكالمة أخرى. فيه مكالمة أخرى، معليش نستقبلها حتى يكون يعني. السلام عليكم سمير، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. السلام، مرحبا بك خويا سمير، مرحبا الله بك. يسلمك بيك، الله يبارك فيك، الله يسلمك. تفضل سي سمير خويا، تفضل. موضوعنا اليوم هو منحة سياحية، تفضل. بالنسبة للسكوار ها. كنا نتكلموا على ارتفاع وعلى خاصة في الأسبوع الماضي. لو كان نحسبوا شحال كاين المغربي يخدموا هنا في الجزائر، شحال المغربي يخدم في الجزائر؟ تفضل. نلقاو 100,000، يعني المصرح بهم هم أكثر من 70,000. أها. اما اللي قال بطريقه غير شرعيه، كي جاء هذا القرار نتاع فرض الفيزا، أها. دونك النص الكبير راح يحبس الخدمه وراح يبدا يبدل العمله نتاعو بالاورو ولا بالدولار، يعني على حسب الشيء. هذا الشيء اللي يخلي تحليل صائب. تحليل صائب. نعم، طلب كبير على الاورو وعلى الدولار في السكوار. انت كي دير مثلا غير 100,000 برك، لو كان كل واحد يبدل 50 مليون جزائريه، شوف العدد الهائل نتاع الدراهم. بارك الله فيك. كانت كل سنه تخرج من الجزائر، يعني خسائر من طرف المغاربه، يعني احنا خاسرينها. احنا ربحنا اول مناصب عمل من هذا القرار هذا، يعني يكون مناصب عمل فارغه، وثانيا كان هذا التهريب تاع الاموال اللي يروح هذا هو الشيء اللي خلى الدولار اطلع. سمير، انا حنطرح لك سؤال بسيط يعني باش نستفاد من خويا. اذا كان الاورو او العمله الاجنبيه دير في سعر البنك دير مثلا 14 وحاجه 15 من 1000 ل 100 اورو، ايعقل اننا نحيو تاع الفيزا، نروحوا ما قبل الفيزا كاجراءات، نروحوا شوف ما قبل الفيزا كاجراءات وما بعد اخذ الاجراءات نتاع اعاده النظر في الامبورطاسيون في الاستيراد. سما ما بين هاي الفترتين ايعقل انه يقعد فارق السعر 1,000,000 دينار 10,000 دينار في نفس القيمه بين البنك وبين تروطوار؟ نعم، شوف، هنا اولا عندنا مشكل نقص في البنوك. اذا كي شافوا مؤخرا يعني الحكومه عندنا اكثر من يعني بليس دو 1000 كالك اجونس اللي ناقصين في الجزائر. كاين بعض الدوائر ما فيهاش لي زاجونس، ما فيهاش بنوك، ماشي لي بنوك. صح، الدوائر ما فيهاش، صح، الدوائر ما فيهاش. خليها البحر ذاك. كان عندنا ان بروبليم اجونس، كاين روتور سون، بزاف. روتور. احنا نقفل لك الميكروفون وخليك تحكي، اسمح لي. اسمح لي نقفل. كان اول هذا كيما نقولوا حنا لو نومبر داجونس ما عندناش، وهذا اللي كي كان رئيس الحكومه بن عبد الرحمن اللي توعد باش يزيدوا لو نومبر دي بنك. هذا اولا. ثانيا الدراهم، ربما الناس يقول لك هذا السكوار منين راه يتغدى، الاموال هذه منين تجي. شوفوا، لو كان نعطيكم احصائيات في المغرب عندها العماله نتاعها، يعني الناس اللي نقولوا حنا لي زيميغري والناس اللي تخدم لبرا، تدخل اكثر من 8 مليار دولار سنويا، مليار اورو سنويا. تونس تدخل 3 مليار اورو او اكثر. مصر تدخل اكثر من 36 مليار دولار. الجزائر المدخول صفر. معناتها المدخول تاع العماله تاع الجزائر او ليزيميغري الكل يتبدل عن طريق السكوار، يعني وهذه راهي اموال طائله. حنا يقولوا هل هذا السكوار يضرب الاقتصاد الوطني؟ نقولوا لا، لانه الى يومنا هذا مازال عندنا سوق موازيه اللي راهي تحوي اكثر من 90 مليار دولار اللي راهي تدور برا، وهذا اللي راهي يتكلموا عليه. حنا ديسي واحد سنتين، لانه الاتحاد الاوروبي اعلن باش يكون الاورو نيميريك، يعني راح يستعملوا هذه. ما نعرف يقدروا يستعملوها من 2027 ولا مازال. حنا اولا هذا راح يفيدنا. ثانيا عندنا كي يكون الاقتصاد الوطني ان فوا كي يعاود يدخلوا في 2027 تعاود تدخل اكثر من 50 مليار دولار من السوق الموازيه تدخل للسوق الحقيقيه. معناتها هذا اللي راح يطلع لو بي بي، نتخلصوا من هذا القيمه. ودركا كي زادوا رفعوا من المنحه نتاع الصرف، يعني راح يرفعوها سي با شحال، ولكن ربما يطلعوها حتى 500 ولا 600 اورو.
هذا ثاني غادي يقلل من كما نقولوا حنا حتى في السكوار راح يهبط. هذا وش اللي كان، هو ما يضرش الاقتصاد الوطني السكوار، موش بالعكس هو امتصاص للاموال اللي راهي كي برا، اللي راهي الدولار. بارك الله فيك سمير، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي والكافي. سير تاديكو، تفضل حبيبي، تفضل سير تاديكو، مرحبا بك. السلام عليكم استاذ عبد الحليم. دادي مساء الخير صديقي، نعطيه الكلمه لسير تاديكو ومن بعد نعطي لخويا الكلمه، ابقى معنا في الانتظار. سكر الميكروفون تاعك دادي، عايشك، تفضل سيرتا، مرحبا بك خويا العزيز. السلام عليكم، معكم. وعليكم السلام، مرحبا خويا، مرحبا. كنت ديجا سمعت ناتيسيك بونك قسنطينة. سيرتا ديكو، راهو الصوت تاعك منخفض، ما فهمتش علاش، مانيش نسمع فيه خويا مليح. السلام عليكم. سلام، تفضل هكذا نسمع فيك بيان. معكم شكرا زكريا من مدينة قسنطينة. زكريا مساء الخير خويا ليك ولكل سكان قسنطينة. بارك فيك يعيشك. تفضل. متحصل على شهادة ليسونس نقود بنوك مالية. الله يبارك. في نقود ومؤسسات مالية. الله يبارك. فيما يخص كما نهضروا مثلا على سوق الصرف ولا سوق العملة في الجزائر، ولا كما يسميوه السوق الموازية، بيكون في علم الجميع. انا بور مو شوف، حنا كاقتصاديين وكناس متخصصين في الاقتصاد ما نعتبروش بلي سوق موازية. نقولوا علاه، على خاطر حنا كي نقولوا لماذا تؤسس البنك عنده دي زوبيراتور، عنده كما نقولوا حنايا يوفر وسائل الدفع. كي نشوفوا حنايا البنك في النظام البنكي الجزائري، وبكل احتراماتي كما نقولوا حنايا الدوله الجزائريه، البنك راهو مجرد كما نقولوا حنايا كاس. علاه؟ بيسك لو رول تاع البنك ماهوش قاعد يقوم به. داكور، دوك نعطيك مثال. البنك في البنك الجزائري، البنوك الجزائريه كما كان يقول قبيل الاخ سمير، قاعد يقول باللي كاين باللي ينقصوا ديجا تسمى كما نقول حنايا وكالات كما نقول حنايا في مناطق نائيه ولا كذا. نعطيك انا مثال. هنا في قسنطينه، هنا في الدوائر، شوف هنا في قسنطينه نعطيك انا مثلا بنك سيبيا كانت عنده لو لهنا في المدينه الجديده من 2010 حتى 2024. هذا وين قاعد يتبنى. دونك اسم المشكل راهو ماهوش في نقص الوكالات، فهمتني، راهو ديما يكون نقص في التسيير. هاك معايا، واحده زوج. كي نجيو مثلا نحكيو على سوق الصرف، نعطيك انا كنت انايا في ناتيكسيس بونك، عقبت تما ستاج تاعي براتيك 2014. كنت في السيرفيس تاع الكوميرسيال، في الكوميرس اكستيريور. اسمعني مليح، درك حنايا نخدموا دو مود بايمون في الكوميرس اكستيريور. عندنا الكريدوك وريدوك. الكريدي دوكيمونتير اللي هو بالعربيه الاعتماد المستندي، والتحصيل المستندي لا ريميز دوكيمونتير. هادو هما زوج وسائل الدفع للتجاره الخارجيه، معايير دوليه في على مستوى العالم الكل يخدم بهم. دونك حنا كي نفتحوا اعتماد مستندي، مثلا يجينا ان كليون يدوموندي علينا نفتحوا له اعتماد مستندي، يجيب لنا لا فاكتور بروفورما، لا فاتوره الاوليه، يقولنا عندي سلعه راح نجيبها مثلا من الصين، حنا يعطينا الفاتوره الاوليه نفتحوا له هذا الكريدي دوكيمونتير. درك السؤال واش اللي هو واش يقول، حنا كبنك منين نجيبوا العمله؟ حنا رايحين نسددوا فاتوره تاع عندنا كيما نقولوا حنايا كليون مواطن جزائري لدوله في لاشين ولا في الترك. دوك الناس ما يعرفوش لي بروسيدور. مال انا نقول لك والله ما نسعاو الاورو، والله ما نسعاو الديفيز، ونتعدى اي بنك يقول لك انا عندي الديفيز، ما عندناش. واش نديروا؟ نطلبوا من البنك المركزي، عنده جهه وصيه هي اللي تقوم بالتحويل. حنا نبعثوا لهم دينار وما يحولوا لنا الاورو ولا الدولار ولا الديفيز اللي نحتاجوه. وهذا التحويل كما كان هذا الاخ سمير بيكون في علمك، هذا الاورو الالكتروني ولا الدولار الالكتروني عنده بالك من سنه 2000 هو اكزيستي في لو موند. علاه؟ بيس كلش ولا انفورماتيزي، ما كاينش حاجه ورق، ما كاينش حاجه اللي نبعثوها مثلا نص ولا ورقات تبين باللي حنا سددنا، رانا قاعدين نسددوا كل شيء الكترونيا.
سير معاك تاديك. معايا؟ انا معاك. انا تفضل نطرح لك سؤال برك. سير تاديك. تفضل، مرحبا بك. راح نطرح لك سؤال. هل يمكن تفضل. شوف عندي توضيح أننا برك. سمير انا ما سمير نتكلمش على الالكترونيك، راح نعطيك ما كلمة نتكلمش على لاموني الكترونيك، نتكلم معاك. على لاموني نيميريك. معناتها لاموني نيميريك اللي راح يستعملها الاتحاد الاوروبي في 2027 هي لي بيي كل يكونوا تراسابيليتي دي بيي، راح يتبدلوا كل يكون عندهم لا تراسابيليتي، تبقى بس راح يتبدلوا يعودوا تراسابيليتي. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه لي زاجونس كي قلت نقص تاع لي زاجونس سي با في لو كوميرس اكستيريور، سا اكزيست با. لانه كي تقول لي ما عندناش لورو، بيان سور ما كانش لورو لانه ما كانش تعاملات، كل واحد يدخل لك لورو، واحد ما يدخل لك الدولة ما تسمح لك حتى البنك دوموندي لا فيها يتحصل على بنك سونترال. ستة ما كاينش سي بي ام راح تجيب، انت مش راح تجيب لورو. هذا هو اللي بغيت نقول لك. دونك تسمى لورو تاع البنك مو يمشي قد يمشي. تسمى البنك على حساب شوف نقول لك انت كيدير لي سامع، انت كي تقول لي عندك وكاله مثلا تتعامل مع وكاله في قسنطينه ولا في اجل ولا في وهران، انت كي ما توفرلكش هذا النوع من المعاملات، ما توفرلكش وسيله دفع. البنك على هو تاسس، اسال على وسائل الدفع لي مود بايمون تاعو. لا شوف انت البنك، انت وجدت عندك لا بنك اكستيريور بور لو كريدي اكستيريور بور لو كوميرس اكستيريور في لا بنك سي بي ا باغ اكزومبل. منين راح تجيب لورو؟ منين راح تجيب لورو؟ يعني قلت لك من لا بنك سونترال، قلت لك نتحداهم هذا ما عنده ديفيز في الجزائر. دونك مازالت الدوله هي اللي تتكفل توجور بالكوميرس اكستيريور، هي دير لي شونج. دونك كلش سونتراليزي مادام هو مركزي ومركزيه القرار. مادام النظام البنكي سيرتا دقيقة فقط. سيرتا وتو سمير دقيقة برك مادام راكم دخلتوا في نقاش مفيد، نقاش ما شاء الله. سمير راك تقصد بأنه البنوك ماهيش قادرة تدخل اللورو، راهي تستنى دائما. ما دخلش، ما راح تدخل، ما عندهاش. ما عندهاش، ما تدخلش. لأنه أولا حنا ما عندناش لي بنك لبرا، حنا لازمنا أولا كي قلت لو مونك دو بنك ماشي يقولوا الجيري بركة، لازمنا بنوك لبرا، لازمنا في اوروبا وفي امريكا وفي اسيا وفي افريقيا، لازمنا البنوك، وهذو اللي يتعاملوا هذو هما اللي راح يدخلوك لورو. لازمك البنوك تتعامل مع لي زيميغري تاعنا في العماله. سمعتني درك انا ميغري قادر يشري سكن ولا منا، منين راح يدخل دراهمه؟ لازم له بنك، لازم تحل فرع في سي بي ا في ليون في مارسي في باري في هذا هو اللي يجعلك باش تدخل. سمير البنك سامعني، البنك سي بي على سبيل المثال نعطيك انا تريتمون تاع الكريدي دوكيمونتير في سنه 2014 بشهاده العاملين معايا كان سي بي يخدموا 6 كريدي دوكيمونتير في السمانه. حنا كنا في ناتيكسيس بنك كنا نخدموا 25 كريدي دوكيمونتير في اليوم. علاش سيرتا علاش؟ والله على خاطر كاينين دي موتيفاسيون، حنا نخدموا على لي موتيفاسيون تاعنا. تشوفوا سمعنا نخدموا كيما نقولوا حنايا في السيرفيس، الناس تخدم كيما نقول المدير قاعد يموتيفي في الخدمه تاعو، فهمتني. وناتيكسيس بنك قاعده تخدم على العماله، سموش معناتها المدير عنده بورسونتاج قاعد يخدم عليه، الخدام قاعد عنده دي موتيفاسيون قاعد يخدم عليهم. بيسك علاه كي توصل لسارتان كابيتال ولا كيما نقول المدخول تاعك تاع العام عندك دي موتيفاسيون راح تتحصل عليهم من كيما نقول يعني من ناتيكسيس الام اللي في فرنسا. سيرتا فهمني. مي بصح انت كي تجي لي سي بي كبنك وطني كيما نقول يعني تابع للدوله، العامل ما يخدمش. علاه ما يخدمش؟ درك تفضل. سيرتا راني نحتاجك ما تروحش، اقفل الميكروفون تو سمير، نحتاجكم في اثنين نشوفوا ضادي، لاني معول نطرح لكم واحد السؤالين مهمين. انتم راكم تبانوا باللي مختصين في المجال الاقتصادي، وهذا شرف لي كثير. نتشرف انه معايا اشخاص بمثلكم وبهذا الثقل، والمتابعين كامل اللي راهم يتابعوا فيها سواء في تيك توك ولا في الصفحه تاع ستيف 7/7. ابقاو معايا من فضلكم ما تروحوش، لانه كاين سؤالين مهمين لكما السي سمير والسي سيرتا. دادي مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير استاذ عبد الحليم. مساء الخير دادي، تفضل حبيبي تفضل. يا اخي انا وشاطر الراي تاع سمير راه قال كلش تحليل منطقي. بالنسبه للعماله المغاربيه والعماله الافريقيه راهم يكدسوا في الاموال في الاورو في الجزائر، وزيد حنا ثاني كمواطنين تاع الجزائر يعني الناس كل حتى موظف بسيط عنده 10 ملايين في الكونت يبدلها اورو، لانه كان اشاعات باللي هناك راح يزيد يطلع الاورو يزيد يطلع. هذا هو اللي سبب يعني نقص العمله الصعبه في الجزائر في السكوار ولا في
حبيت تقول باللي كاينه كتله كبيره من العمله الصعبه مازالت متواجده عند المواطنين الجزائريين لا اللي راهم في الجزائر. استاذ عبد الحليم، كون نقول لك ما كانش بيت جزائري ما فيهش اورو. اللي عنده 3 ملايين يصرفها 300 اورو. 3 ملايين تجيب له 3 ملايين تجيب له 150 اورو مام قلت لك مثلا جيب له 150 اورو. سما قلت لك الناس راهي تكدس في الاموال، وزيد العماله الافريقيه هذوك تاع صدقه راهم يحولوهم الى اموال الى الاورو. وي هذه ثاني كاين. والمغاربه صح منذ قالوا لهم طلبوا عليهم التاشيره، الاموال اللي عندهم مون دينار كل حولوهم الى اورو. وانا شاطرت سمير دادي لا تحليل منطقي فيما يخص الرقمنه اللي رايحين لها. حنا في اوروبا، انا عايش هنا في فرنسا، حنا لي بونك راهم يحرمونا باش تخرج 1500 اورو ليكيد يومن عليك. وراح يهبطوها تولي ما تتعاملش اصلا بالعمله. كيفاش تديروا سمير؟ كيفاش توليو ديروا؟ لا راح كل شيء بار كارت بونكار، كل شيء بار كارت بونكار. تشري باغيتا تشريها تسلكها كارت بونكار، تشري تبعث طوموبيل دير له ان فيرمو، كل شيء راح يولي هو من 2025 نهايه 2025 راح يطبقوها هنا في فرنسا. اذا سمير كان سمير يتحدث على العمله النيميريك. النيميريك هذه هي اللي رانا رايحين لها، وفيما يخص يعني انا وشاطر الراي تاع سمير، التحليل تاعو منطقي. نقص في البنوك الجزائريه في الخارج، المواطن الجزائري في الغربه ما عندوش ثقه مع البنوك الجزائريين، حتى لانه ما زالت ما كانش هذيك الثقه هذيك بين المواطن والحكومه اصلا. هذه اللي خلات الناس تخبي دراهمها، تخبي الاورو، ما تتعاملش، ما تهبطش للجزائر. والله اذا حسب دادي قال باللي كاينه كتله من العمله الصعبه كبيره موجوده لدى المواطن الجزائري داخل الجزائر. هذه كاينه يا استاذ. وبارك الله فيكم ونسحب، وربي يكون معكم. دادي ما نسحبش، نبقى نتفرجوا خلاص. سببيه تقعدوا كامل. سمير، السؤال اللي راح نوجهه لك ليك انت وزيد نوجهه لسيرتا، في حديث هل الجزائر إن اعتمدت على سياسة تغيير العملة الوطنية نغيروا النقود نتاعنا، هل هذه السياسة راح تعطي قيمة للدينار الجزائري؟ هل بهذا الإجراء تقدر الجزائر تعرف الكابيتال تاع الدراهم اللي عندها؟ لأنه اليوم الناس مش حاطة دراهمها في البنوك، الدولة الجزائرية تجهل لو كابيتال تاع الدراهم اللي موجودين في الجزائر. هل إجراء تغيير العملة سيكون إجراء ناجح وناجح؟ هذا اجراء خطير. اولا اجراء خطير. هو مثلا نعطيك نبسط الحاله، نقولوا احنا عندنا 90 مليار دولار عمله راهي تدور لبرا، يعني بسوق موازيه عن طريق غير شرعي. عمله صعبه. هذا اول يدير التضخم. عمله صعبه يا سمير، بالعقل باش نفهموا هذه عمله صعبه. دوك نجيك دوك نفرح. لا عمله جزائريه، نهضر جزائريه، نهضر عمله جزائريه. نعم وطنيه. يعني كان تضخم. ربما واحد الوقت كانوا يديروا كما يقولوا التمويل التقليدي، يطبعوا كانوا يديروا لو فري فو بيي كانوا المهم صارت مشاكل، كانوا يطبعوا يدي حداد يدي طحكوت يدي من لا بنك سونترال ديريكت، وهذا كل من يخرج في التضخم من الجيوب تاع المواطنين. وهذا هو الشيء اللي خلى الدينار القيمه نتاعو دير. هذا هما العصابه اللي دارتها. درك الصبح عندنا واحد كعمله ويتكلموا عليها الناس، كاين قريب واحد ولا اكثر من 90 مليار دولار، يعني قيمه تاع 90 مليار دولار اللي راهي تدور برا. درك باش تغير العمله، احنا مازال عندنا لازم الدوله تكون متحكمه في الاقتصاد الوطني، لانه لو كان تغير قيمه الدينار هنا راح تاثر على المواطن، يبقى نفس الشيء. انا مثلا عندي مليار وانت عندك مليون، لو كان غدوه يغيروا القيمه تاع الدينار يرفعوه ولا يهبطوه، يقولوا مثلا تولي انت عندك 500 مليون وانا عندي تسمى نفس الشيء، نبقى دائما مستفيد اللي عندي مليار مكدسو. الحل يعني المليح هو تغيير العمله، بصح لازم تكون الدوله متحكمه في الاقتصاد. هاد الناس اللي عندهم هاد الاموال المكدسه ما ينجموش غدوه يديروا مشكل. هم قادرين كما شفت واحد الوقت داروا الثوره نتاع الزيت والسكر، كان ربراب متحكم فيه كلش، دار الثوره تاع زيت السكر في الجزائر 2011. نعم. دونك واش لازم؟ اولا
وربما رئيس الجمهوريه تكلم عليها، قال لك كون نديروا تغيير العمله غدوه الصباح 5 كيلومتر الناس كامل تمد. لازم كيفاش دير تغيير العمله؟ اولا كاين قانون الماليه 2020 اللي اعطى اخر اجل للتصريح بالممتلكات، يعني ذهب او يعني ديار ولا نقد ولا كل شيء، تغيير التصريح بالاموال اخر اجل هو مارس 2020. وفيه رفعيه معناتها الضرائب، يعني القيمه ما تروحش للضرائب هكذا. لا، باش تعرف قيمه الاموال اللي عند الناس. دوك انت مثلا وعلاش تهربوا؟ ربما الناس كانت كما يقولوا تحارب باش ما تكونش الرقمنه. تروح تجيب مثلا انت عندك 20 فيلا في قسنطينه وعندك 20 فيلا في وهران، تروح تجيب سيرتيفيكا نيجاتيف من السطيف بلي ما عندك والو. هذا اولا لازم اولا الرقمنه هي توري كل اللي كانت تسرق في الاموال، انه انا غدوه انت عندك 1000 مليون راح نحاسبك منين جبتها، اروح حاسبني. غدوه كي تكون الدوله متحكمه في الاقتصاد ما ينجموش ياثروا يديروا لك مشكل، يديروا لك مشكل في الاقتصاد الوطني، يديروا لك ندره ولا يديروا لك اي شيء. غدوه تغير العمله، قال ندير بي نتاع 10000 دينار 10000 دينار وندير لي بي نتاع 2000 دينار و1000 دينار، الاخرين كل يصبحوا ما كانش. وفي نفس الوقت نطبق المرسوم تاع 2005 اللي يقول لك التعامل نقدا ممنوع فوق القيمه تاع 10 ملايين تاع 100000 دينار. يعني انت كي تدخل دراهمك تشي نابال دروا باش تخرجهم. انت كمواطن عندك 100 مليون تدخلهم تشي نابال دروا باش تخرجهم. اولا واش لازم نوجدوا؟ لازم نوجدوا كما نقول حنا الناس تعامل كما قال لك الاخ بلي كارت بونكار. حنا راك تشوف ربما بنك الالجيري بوست راهم كيبداو يركبوا 900 جاب في سنه 2005 2024 و2025 600 جاب، معناتها بكل 1500. معناتها الجزائر راهي رايحه في قضيه التعامل بهذه بلي كارت. ربما بكري الناس كانت قليل اللي يديروها، درك حتى الشيوخ الكبار راهم يديروها. يروح لك يسلك باريدي موب، يجبد يدير تحويلات باريدي موب، يخلص مثلا التليفون تاعو باريدي موب. بدات العمليه تجيب الثمار تاعها كي نوصلوا لدرجه التعامل بهذا الشيء هذا. هذيك الساعه احسن وسيله باش نقضيو على الكلاب هذو اللي محاكمين الدراهم، احسن وسيله هي تغيير العمله. تغيير العمله مع المحاسبه. ما تجيبليش انت 20000 مليار تقول لي انا ونتاعي، اروح فهمني منين جبتها، اروح نتحاسب. اذا من بعد البناء الماسون يولي يتعامل ثاني بالكارطه ويولي يتحاسب. نو هي كيكون اسمح لي الماسون ما يهموش كي يتعامل بالكارطه. السلام عليكم. كيكون انا عندي شهريتي، نعطيك الكلمه. انا مواطن كيكون عندي شهريتي ونتعب باش نروح نجيبها، مشكل. نروح ندير لاشين باش نجيب شهريتي، مشكل. بصح كي نلقى انا لي كاب بارتو نسحق نجيب 200000 نسحق نجيب 100000 نسحق نجيب 300000 نلقى فاسيلمون. بصح انا باش ندير النهار اللي يوصل لا جورني دو لا باي نتاعي الاجره ولا المعاش نتاعي باش نروح نجيبو، نتعب بالساعات، نسافر 10 كيلو ولا 20 كيلو باش نجيب المعاش تاعي. هذا هو المشكل اللي كان في بورك فيك صديقي وابقى معنا. سير تاديكو رامي، دوك نعطيك الكلمه رامي ما تروحش. سير تاديكو نفس السؤال. افتح الميكروفون. سيرتها. نشكرك جزيل الشكر صديقي على التدخل الوافي تاعك تو سمير، كنتم رائعين. يعني والله غير فخور وراني سعيد جدا انه كاين قامات موجودين في التيك توك بهذا الشكل وبهذا الثقل كيفكم كامل، كي اللي راوي يتبع كي اللي راوي يتدخل. سير تاديكو رايك انت كمختص في البنوك متخرج من الجامعه، هل تغيير العمله الجزائريه الوطنيه راح يدير لنا حل لهذا الفوضى اللي موجوده في السوق النقديه؟ هل اذا اتخذت الجزائر اجراء تغيير العمله الوطنيه سنحل جميع المشاكل تاعنا وقيمه الدينار ستصعد؟ تفضل. شوف الاخ عبد الحليم، وي سؤال نطرحه سؤال بطريقه اخرى. تفضل. نتعرفوا السع على ما يسمى بالنقد. ما هو النظام النقدي؟ كنقولوا مثلا حنا في علم النقد كنقولوا في النقود، نقولوا ما هي النقود؟ النقود على مستوى النظام النقد والقرض. واش يقول النقود من تتكون؟ شوف تتكون من نقود درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه. هذا التفصيل على مستوى قانون النقد والقرض. واش يقول؟ راهو مشاو على كيما نقولوا حنايا سهوله، كيما نقولوا حنايا يكون سهل التحصيل.
هاكا معايا واش معناتها؟ تسمى الدرجه الاولى راح تكون نقود كنقود اللي نعرفوها، هاكا معايا. الدرجه الثانيه النقود كيف راح تكون؟ راح تكون عباره كما نقولوا حنايا على العقار وما شابه ذلك، بصح حنا قبل ما نوصل للعقار بيسك ديك تكون لي درجه ثالثه راحين يكونوا عباره عن سندات واسهم، تسمى اوراق ماليه. تسمى واش معناتها؟ لهنا راح نحكيو النقود في درجه الاموال. تسمى لهنا كاين فرق بين النقود وبين الاموال. حنا نحكيو في النقود وتطور درجه اموال. تسمى النقود تكون في صيغتها الحقيقيه كما طرحتها الدوله في السوق. الدرجه الثانيه تكون عباره عن اوراق ماليه. الدرجه الثالثه راح تكون عن عقارات. والدرجه الرابعه واش راح تكون الاخ عبد الحليم؟ راح تكون دوفيز، فهمتني؟ راح تكون عباره عن عمله صعبه. يا هل صار السؤال اللي طرح نفسه كي نقولوا الدوله الجزائريه راح تتعمر بالعمله الصعبه باقصى درجه، على راح تاثر علينا؟ راح تاثر علينا في حاله واحده. السؤال واش يقول؟ هل اوروبا تحول لنا العمله تاعها الى نقود نيميريك رقميه ولا لا؟ لا عاد لازم نعطيها له ورق ويرجعها لي نيميريك كدوله لدوله حسب المعاملات. هاكا معايا؟ ماش راح تضر لنا تجي بطبع الحال. وكي تعود مثلا حنا عندنا الورق وهما رجعوا من نيميريك، شغل الورق هذوك راح يموتوا عندنا حنا في الجزائر. معليش نقبلوا الوضعيه هذه. شكون اللي في العالم بكره يقبل لهم الحكايه هذه؟ نعت لي اي دوله راح تقبل لهم انه لورو ما تقدرش تحولوا هي نيميريك. هي حابه تحول النيميريك 2027، حوليه في 2025 2027. الورق تاعك هذا تحوليه ولا ما تحوليهوناش نيميريك؟ حولوا، ما لازم تحولوا. درك نرجعوا للسؤال تاعك. انت يجي بطبع الحال لازم يحول. يا اخي العمله تاعو راح نرجع له سلعتكم ردت اليكم، هام دراهمك رجعهم لي نيميريك. تكون ترجعها لي ذهب رجعها من ذهب، رجعتها من فضه رجعهم لي فضه، رجعتها من نيميريك هام دراهمك رجعهم لي نيميريك. ولا راني غلط؟ اكيد هي مش حتقبل هذا الامر، محال ما تقبلوش. قول لي علاه. البنوك تاعها اللي انا اللي قاعده تحقق فيه فوائد كبيره شكون؟ ناتيكسيس بنك، فرانس بنك، سوسيتي جينيرال، بي ام بي باريبا. هادو من اللي قاعدين يخدموا في الجزائر. كي نقولوا مثلا نحتاجوا بنوك في فرنسا ولا في اوروبا ولا في الامريكان، با بوزوان ما نحتاجش. مادام عندي سوسيتي جينيرال، وسوسيتي جينيرال عندها في فرنسا، عندها في اوروبا، عندها في امريكا، نقدر ندير التحول. شو نعطيك انا مثال، نعطيك مثال. هل الدولة الجزائرية سمحت للمواطن الجزائري انه يتحصل على بطاقة الكترونية؟ هل الدولة الجزائرية خلات خسرتها تحويل النقد راه ما كونترولي بالنسبه للدوله؟ لك تعقيب برك باش توضح لنا. سمير تفضل. تفضل معليش. تحويل النقد بالنسبه للبنك هذو كما كنت تقول ناتيكسيس راهم محدد، وما ينجموش يحولوا كلش. عندهم حد نتاع اللي عند السوسيتي جينيرال كامل هنا عندهم حد محدد. هذه العمليه اللي كان يهضر عليها الاخ انا نشفى لها، راهي ندير سنه 80 تغيير العمله. علاه؟ لانه كان هناك حرب عندها علينا فرنسا والمغرب، وين كاين داروا التضخم. هذا الشيء اللي تبعوه لبرا. واش دارت الجزائر؟ علنت تغيير العمله في 24 ساعه. في 24 ساعه وين كان الدول هادو الكوتي مارسيليه والمغرب، يعني هذاك الاموال اللي كانت فما ضخمت وهربوها وكل راحت على ديسباري. حنا عندنا دوك علاه قلت لك انا، حنا اول باش نغيروا العمله، هو الاخ واش يقول لك تغير العمله نتاعنا، باش تغير العمله وتطيح في نفس المشكل التعامل بالورق تسمى شغل ما درنا والو. واش راهي دير الجزائر؟ راهي دير في لاباز، بس اذا غيرنا العمله راح تتعامل بلي كارت وتعامل بنوك. مثلا انت عندك مليار دخلته لا بنك ما تخرجوش، تتعامل بالاخرى بلا كارت، تتعامل بكل شيء. هذا هو الشيء اللي بغينا نهضروا عليه. اما التعامل سامر يا الاخ سامر هذا هو سؤال. انت حنا في الجزائر اسكو عندنا تعامل بالبطاقات الرقميه هذو؟ عندنا تعامل؟ انا نديرو في لاباز، انا نديرو في القاعده. لا يا اخي اسمع في العقل. حنا كي نهزو مثلا كي نهزو مثلا انا احتجت كارت فيزا، نروح لاي بنك نقول له دير لي كارت فيزا، يدير لك قد يقدر يحط لي فيها انا كريدي كيما في سي بي جولد كارت. كيما في سي بي جولد كارت
جولد كارت خدمت في السي بدا بي. يحط لي دوفيز، بدا يقدر يحط لي، بدا يقدر يشارجي لي الكارطه، اي دوفيز جولد كارت. اي بصح بدا يقدر يشارجي لي. انا حاب عندها نحول الجولد دوفيز، كارت. بدا يقدر يشارجي لي يشارجي لك واش تشري من الجولد هذيك، السوق بدا السوداء تهز دوفيز. دخلها، واش تشري من السوق السوداء ما يحطهم تقدرش كيف ما ما نشريلوش من السوق السوداء، هو اللي شونجي، هو علاه سماوه بنك. انت اللي دير لي لو شونج، انا نعطيهم لك دينار تيحول من لي دوفيز، انا نحتاج تعطيني دوفيز. انا نحكي لك دوك على المعامله تاع البنوك اللي راهي موجوده الاجنبيه في الجزائر. كي تكون عندك كارت فيزا باش يشحن لك الكارت فيزا تاعك يحطك فيها صور، لازم تشري من السوق السوداء، يعني تغذيها من السوق عليك نور، السوداء. عليك نور. والسما واش معناتها؟ واش نقولوا دور البنك لهنا لا يوجد. بالنسبه للعمله الصعبه سما البنك ما عندوش عمله صعبه. نجيو درك انت تقول لي انه الدوله الجزائريه غرقوها بالعمله الصعبه. منين جات العمله الصعبه؟ البنك ما عندوش عمله صعبه. منين جات البنك، منين جات العمله الصعبه؟ السوق الموازيه. سؤالي، هل قال لي العمله الصعبه منين جات؟ سمير تفضل. شوف الاخ سيرتا تكلم على تغيير هذه الدوفيز، هذه ما كانش في الدول كاع، ما كانش. تروح لتونس ما كانش، تروح للمغرب ما كانش، تروح لمصر ما كانش. على مصر تعطيه القنين يعطيك الدولار، ما كانش منها، يبدل لك الدولار بالقنين، بس ما يعطيكش. هذه كاع في لي بنك على مستوى العالم. كاين كيلكو العملات العالميه كما الدولار، كما اليورو، كما اليان، كما المارك، حتى دات شو تسمع بكا غير مطلوب. هذاك ماش راح نرجعوا حنا خير من 180 دوله. نو سا سفي با. الدول هذه ما تغير لكش العمله تاعها بعمله اخرى. نو تحكم عليك العمله الاجنبيه وتعطيك العمله تاعها. سمعتني الاخ؟ يعني سمير فيك الاخ هي تعطيك العمله تاعها ساكن باش باش تبدل الدينار. سيرتا وسمير معليش كيف صراحه اغراق مال، حناش كيف نقولوا صراحه اغراق في الدوله. سيرتا سمير نعطيك الكلمه. رامي نعطيوك الكلمه فقط نسمعوك لانه الوقت اشرف على النهايه. رامي تفضل. وعليكم السلام عليكم. مساء الخير استاذي الفاضل، مساء الخير ضيوفك الكرام. طبعا عندي ممكن توضيح بخصوص السوق السوداء. يمكن الاخ كان يقول السوق السوداء ما عندهاش تاثير على الاقتصاد، وانما الاشاره فقط. هناك تداول رسمي عبر البنوك وهناك تداول غير رسمي. الدولة عندما تلقى التداول غير رسمي، قيمة التداول غير رسمي تفوق قيمة التداول الرسمي، هنا الدولة لازم تتدخل بإيجاد حلول. ومن بين الحلول اللي دارتها الدولة حاليا هي رفع منعة السياحة. أعطيكم مثال في تهريب السجائر. هنا تهريب سجائر اللي راح المهرب هذا مش راح يشري لورو من البنكة باش يهرب به، طبيعة الحال راح يروح للسوق السوداء، وهنا ما كانش لا تراسابيليتي تاع دراهم. إذا بهذا القدر متابعي الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من هذا البرنامج الكلام الزين. لموضوعنا كان اليوم شرح المنحة السياحية لرئيس الجمهورية أمر بأنها تكون فيها زيادات معتبرة جدا إن شاء الله تكون المعتبرة هذه تليق بمستوى تطلعات المواطن الجزائري باش كي يخرج يسافر يكون في اريحيه. ماهيش 100 اورو راهي ما تبيتكش في الخارج ليلتين في اوتيل عادي جدا، يعني اقل من الرديء. اذا نحن نتمنى ان شاء الله ان تكون الزيادات كثيره، نتمنى الخير للجزائر، نتمنى الخير لبلادنا، نتمنى انه تكون عندنا طاقات كما هكذا. الناس اللي دخلت معنا اليوم انا كنت فرحان بهم بزاف، نشكرهم جزيل الشكر. اشكر كل من تدخل معنا، كل من قال كلمة في هذا الموضوع، أشكر كل من علق سواء عبر صفحة ستيف 7/7 أو عبر صفحة التيك توك الصحفي عبد الحليم بادي. أشكركم جزيل الشكر كل المتابعين كل المشاهدين. إن شاء الله نتمنى أنني كنت قادر نوصل لكم ولو 5% من شيء مفيد لكم اليوم. إن شاء الله ما تبخلوناش بالدعاء نتاعكم، وبارك الله فيكم. تحياتي لكم جميعا، لقاء يتجدد بكم الأسبوع القادم ولايف آخر وموضوع آخر من واقعنا المعاش. تحياتي، سلام.